أوسم من تيم حسن، ظهور مفاجئ لزوج وفاء الكيلاني الأول الذي غير ديانته للزواج منها. أهلا وسهلا بحضراتكم. تداول صورة لزوج الإعلامية وفاء الكيلاني الأول يدعى توني ميخائيل، وهو عامل في مجال التلفزيون خارج لبنان، وكان زميلها السابق في راديو وتلفزيون العرب، وتم تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس عام 2008 من توني ميخائيل، وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية، تلا الزواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق توني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان. وصرحت الإعلامية الشهيرة حينها بأنها مصرية. وأنجبت وفاء الكيلاني من توني ميخائيل طفلتها جودي وابنها ريان، وأعلنت انفصالها عام 2016. بعد حوالي سنة أعلنت زواجها من تيم حسن، وهنا خرج توني ليفجر تصريح صادم. ففي نفس ليلة زواجهم فجر توني ميخائيل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن أن تيم حسن وطليقته وفاء الكيلاني تزوجا بالسر أكثر من سنة قبل إعلان الزواج، أي بعد فترة على إعلان انفصالها عن توني. فضلا وليس أمرا، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.